القيادة الناجحة هي اللي تقدر تجمع القلوب بالشكل ده. ألف مبروك وشرفتونا جميعا، كل سنة وانتم طيبين. شكرا. أستاذ حسن أبو الدهب، كل سنة وأنت طيب، ويا رب كده تتمتع بصحتك أنت وأسرتك الكريمة اللي حضرتك معانا. وطبعا أستاذ حسن له، أنا بقالي سنتين هنا الحمد لله ما صدرنيش مشكلة المدرسة. يعني بالظبط النهارده 4/11 أنا جاي الإدارة 20/11 20 يعني بالظبط بقالي سنتين في الإدارة. على مدار السنتين اللي أنا موجود هنا أستاذ حسن ما صدرليش مشكلة من المدرسة. وأتمنى طبعا كل الهيئة حاضرين صح؟ الهيئة موجودة صح؟ أتمنى من حضراتكم تحافظوا على المدرسة. الأستاذ عصام الدمرداش، مدير عام الخدمات والأنشطة الطلابية بالإدارة، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. النهارده عايزين نقول برقية للأستاذ حسن أبو الدهب، لو حبيت تقول كلمة حب ليه هتقول إيه؟ هو حضرتك بس اسمحي لي في نقطه كده، ان انا دلوقتي مش حاليا مدير عام اداره خدمات الانشطه، انا طالع معاش بقالي بالظبط شهرين. فيعني سابقا كنت مدير اداره الانشطه والخدمات. النقطه الثانيه انا بهنيه بمناسبه خروجه ووصوله لسن السعاده، لان دي مش هتعتبرش معاش، ده سن السعاده، لان هو مقبل على حياه جديده ان شاء الله كلها خير وسعاده وراحه بال، لان المسؤوليات الوظيفيه خلاص بقى اتشالت عن دماغه، فهو هيبدا دلوقتي في سن حريه، مفيش قيود موجوده عليه، هيبدا ينطلق في حياه جديده ان شاء الله كلها خير وسعاده له. وانا جربتها بصراحه، يعني هي حريه وراحه بال، وان شاء الله ربنا يوفقه في حياته القادمه هو واسرته لحاجه افضل باذن الله ان شاء الله. شكرا جدا لك. شكرا لكم جزيلا. شكرا لك. شكرا. بسمة حسن أبو الدهب، أهلا بيكي. أهلا بيكي، اتشرفت بيكي جدا. النهارده تحبي تقولي لبابا إيه في اكتمال السعادة في عيد الحب؟ هتقولي له إيه كمان؟ هقول له أول حاجة كل سنة هو طيب وبخير وبسعادة وصحة، وإحنا كلنا مبسوطين وسعداء إن هو كان دايما يعني للأسف طول الوقت كان مشغول عننا، بس الحمد لله ودلوقتي هيتفرغ لينا، وأنا سعيدة. وكنت عايزة أقول له إن إحنا فخورين بيك، فخورين بكل حاجة كنت عملتها، فخورين بكل حاجة، وإن إحنا كبرتنا وخلتنا في مناصب عالية الحمد لله. فكنت عايزه اقول له شكرا على كل حاجه هو عاملها لينا، واتمنى يا رب كده دايما بصحه وعافيه وفرحان بينا، ونتمنى نرد لك جزء من اللي انت عملته لينا يعني، يا رب امين. امين يا رب حبيبتي، والف مبروك لبابا. الله يبارك فيك. فرصه سعيده. جايين النهارده نوثق لحظه من اجمل لحظات العمر، بدايه جديده لاستاذ حسن ابو الدهب. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين، والف مبروك. تسلمي، ربنا يبارك في عمرك يا رب. احنا عايزين نوثق اللحظه ديت وتقول كلمه لمحبه يعني الملحمه، عايزه اقول ملحمه الحب اللي موجوده النهارده واللي شفناها دلوقتي، والناس اللي بتقول كلمات في حب استاذ حسن، هتقول لهم ايه النهارده؟ هقول لهم انا النهارده اسعد واحد، لان انا فعلا غرست نبته جميله جدا، والنهارده انا بجني ثمارها هي الحب وتألف القلوب. النهارده الناس اللي جايين من اماكن بعيده جدا جايين علشان يشاركونا الفرحه دي دليل على الحب. ففعلا اجمل شيء ان الانسان يغرزه النهارده ويغرسه بين الناس هو الحب والعلاقات الطيبه، بتخلص الامور الوظيفيه والروتينيه ولا يتبقى الا الحب. انا النهارده اسعد انسان، ويعتبر النهارده فعلا انا بحس ان انا فعلا انا قمت بالعمل بتاعي على اجمل وجه، والرساله اللي قمت بيها فعلا اديتها بشرف وحب، والعلاقات الطيبه اللي بيني وبين الناس حاجه جميله جدا جدا. انا سعيد جدا وسعيد بالناس الحضور الموجودين، سعيد بمدير عام الاداره اللي موجود النهارده، وكيل الاداره سياده النائب نبيل الجمل، المهندسه نجوى الدماصر رئيس مجلس الامناء، في ايضا مديرين عموم سابقين موجودين، يعني كميه كبيره جدا من القيادات في المديريه والاداره، بالاضافه لمجلس الامناء زائد اولياء الامور زائد الزملاء. ملحمه حب حقيقي بجد، يعني انا بشرف جدا وسعيد جدا جدا، والفرحه بتاعتي ممزوجه بالسعاده الغامره جدا جدا.
وانا بشكر حضوركم ايضا، وبتمنى من الجميع تكون دايما كده المبادئ اللي بتترسخ في النفوس هي في النهايه اللي بتكون باقيه وموجوده ان شاء الله. واتمنى لك حياه موفقه جديده ان شاء الله. الله يبارك فيك، متشكرين جدا جدا، شكرا وشرفتوني ونورتوني.